الوقت مش لصالح في دير الزور. عرب، هن عرب 100 رقم 100 عرب، ولكن الوقت مش لصالحنا اخي. كل يوم عم ننقتل، كل يوم عم ننخطف. في ناس اللي تعودوا على اخذ حبوب كابتيكول، اللي كانوا متعودين على، هلا اكثريه الشباب بنات عم يعدموا حالهم هن بنفسهم، لانه النظام قطع عنهم حبوب الكابتيكول. في مدينتي اكثر من 15 شاب وشابه عدموا حالهم، اللي بالرصاص اللي بالاعدام، عدموا نفسهم. يعني شو السبب ليعدموا نفسهم؟ يعني مثلا شو السبب؟ الكل كانوا منضمين لهم للقسد، ما يسمونها انفسهم الان قسده. ليش عم بيعدموا حالهم؟ صاير معهم ادمان مخدرات، بيقتلوا حالهم. فلهذا الشيء اخي اتمنى انه الحكومه السوريه بتشوف وضع الشعب السوري، مش كردي يا اخي، يشوف وضعنا يا اخي. عم ندمر، عم ننقتل كل يوم. بكفي. اذا ضلينا على هالموال للسنه الجاي رح نكره شيء اسمه سوريا، رح نكره شيء اسمه كرد وكردستان، رح نكره كل شيء اسمه دين واسلام ومسيح، لانه الجوع كافر والخطف. يعني عم نتوجع يا اخي. حط حالك في مكان اباء او امهات الشعب اللي بيخطفوا اطفالهم. في